بتبدأ حكايتنا مع علي أو رؤوف أو بارود، وكل اسم من دول هيكون ليه حكاية. بنشوف بارود وهو متبهدل وبيقرر إن يحكي لنا حكايته، وبنشوف أمينة وهي بتكون متبهدلة كمان وهتحكي لنا حكايتها، وبتكون محامية شاطرة ولكنها مريضة ربو، وأبوها علي الهواري محامي كبير ومعروف. علشان كده دايما بتحل القضية وبتخلي صاحبتها تترافع فيها، ومخبية دايما اسم أبوها عن الناس علشان محدش يفكر يستغل شهرة أبوها. وبتحل قضية ست قتلت جوزها، ورغم كل الأدلة اللي كانت على الست دي إلا إنها بتقرر تحل قضيتها لأنها بتكون متأكدة من براءة الست دي. وبنروح لصديق بارود وهو بيوزع على شوية أطفال صواريخ وبومب وشماريخ، وفي نفس الوقت بتكون أمينة بتشتري هدية لوالدها. وبيوصل بارود لشخص علشان يقتله، والشخص ده بيكون علي الهواري والد أمينة. ومع ذلك بيقابله علي الهواري بكل هدوء، وبيكون منتظره وعارفه كويس، وبيقرر إنه يشرب معاه قهوة، وبيعرفه إن أهم حاجة في القهوة هي التحويجة بتاعتها وده سرها. وبيعرفه إنه كان منتظر اليوم ده من زمان. وبتوصل رسالة لبارود من صديقه بيعرفه إن أمينة قربت عليهم، وعلي الهواري بيعرف بارود إن يبعد عن أمينة بنته، وإنها ما تعرفش أي حاجة عن الأوراق المطلوبة منه. وبيسأل بارود مستعد يقتل كام واحد علشان أبوه يعترف بيه. وبتوصل أمينة البيت وبتلاقي أبوها ميت، وفي الوقت ده بيكون بارود لسه ما خرجش، وبيربي قنبلة غاز، ولكن علشان أمينة مريضة ربو فبتتعب جدا. وبيقرر بارود إنه ياخدها المستشفى، وبينزل وبيقابل جيران أمينة وبيعرفهم إنها سكرانة وتعبت وهينقلها للمستشفى. وبعد ما بيوصلوا بيروح بارود لبيته وبيقابل مراته شروق، وبتسأله قتلت كام واحد النهاردة، وبتطلب منه الطلاق، ولكن بيعرفها إنه لسه ما جاش الوقت علشان يطلقها. وبيروح لأمينة اللي بتفوق في المستشفى وبتعرف اللي حصل لوالدها. وتاني يوم بيروح بارود يقابل سليم، وبنعرف إن الاسم الحقيقي لبارود هو رؤوف، وهو الابن الغير شرعي لسليم، وبيكون مش معترف بيه قدام الناس. وساعتها سليم بيتضايق منه علشان ما قتلش أمينة. وبنروح لفارس وده بيكون ابن سليم اللي معترف بيه قدام الكل، ودايما بيتعامل مع بارود بشكل واقعي كأنه خدام عنده. وبنروح لزوجة سليم واللي كان عينها دايما من بارود، ولكن بيعرفها إنها هتبقى مرات أبوه ولازم تبعد عنه. وبنرجع لأمينة واللي كانت بتدفن أبوها، وبتيجي صاحبتها هند وبتعرفها إنهم شاكين في واحد اسمه رؤوف إن هو اللي عمل كده، وإنه شغال مع سليم. وبتعرفها إن الصواريخ اللي بتتضرب دي بتكون هي طريقتهم علشان محدش يسمع صوت ضرب النار. وبتعرفها كمان إن محدش يعرف شكل رؤوف قبل كده ولا شافه. وبتتأكد أمينة إن أبوها معاه أوراق مهمة ليهم علشان كده خلصوا عليه. وبالليل بنشوف سليم وهو بيدفن مراته، بيعرف إن كانت عينها من بارود، وبيعرف بارود إنه خلاص كبر ولو مات فارس ابنه هيضيع كل اللي وراه. وبيعرف رؤوف إنه خلاص مستعد إنه يعترف بيه قدام الكل وإن هو ابنه، ولكن بشرط يجيب له كل الأوراق اللي مع أمينة ويخلص عليها، لأنها بدأت تدور وراهم. وأمينة فعلا بدأت توصل لكل حاجة عن سليم. وفي نفس الوقت بتوصلها رسالة من مجهول بيعرفها إن عنده معلومات بخصوص أبوها، وبيبعت لها العنوان. فبتقرر إنها تقابله وتعرف منه كل حاجة، وبتروح لسامح جارها وبتسيب معاها اللابتوب. وفي الوقت ده بنشوف سليم تعب جدا ودخل المستشفى، ودخل في غيبوبة، وبيكون الدكتور مش عارف إيه السبب. وده بيكون الوقت المناسب لفارس علشان يسيطر على كل حاجة، وبيعمل قهوة رؤوف وبينجح إن هو يخبره. ولما بيفوق رؤوف بيلاقي نفسه محبوس في قفص الكلاب ومعاه أمينة، وبيقدر يفتح الباب، وبتطلب منه أمينة إنه يساعدها في مقابل إنها تحميه منهم. وبتعرفه إن معاها ملفات خطيرة جدا، فبيقرر رؤوف إنه ياخدها معاه. وبيفجر الباب وبيلاقي رجالة سليم مستنياه اللي بقى ولائهم لفارس، وبيدخل معاهم في خناقة، وبينجح في إنه يخرج هو وأمينة. فبيلاقي شهاب في وشه اللي قرر إن هو يساعده علشان رؤوف أنقذه قبل كده، وبيعرفه إن لازم يهرب لأنه أمينة معاها ورق ممكن يودي أبوه في داهية. فبيوافق شهاب وبيطلب منه يضربه عشان محدش يشك في شهاب إن هو هربه. ورؤوف بيحاول يقنع أمينة إنها تهرب معاه. وفي نفس الوقت فارس بيعرف إن أبوه بدأ يفوق فعلا. وفي نفس الوقت أمينة بتسأل رؤوف عن اسمه، فبيقول لها إن اسمه علي، وبتقول له على اسم أبوها، وبتقول له إن كان ماسك عليهم حاجات كتير علشان كده قتلوه. وبتسأله بتهرب منهم ليه، فبيعرفها إن حب يتوب. فرجالة سليم حبسوه معاها، ولما سألته تعرف رؤوف قال لها أعرفه، وبتطلب منه إنه يوصفه. فبيقول لها إن هو قصير وعينه خضرا وشعره طويل. في نفس الدقيقة بيوصل فارس لشروق مرات رؤوف وبيسألها عنه، ولكن بتقول له ما تعرفش مكانه، وبتكون مرعوبة منه جدا. وعلشان يخوفها أكتر بيموت الكلب بتاعها، وبيقرر إنه يعمل معها الغلط علشان يضايق أخوه. وبنروح لعلي اللي بياخد أمينة معاه لمكان المصنع
علشان نجيب الأسلحة علشان الحرب اللي هتحصل. ولما بتسأله أسلحة إيه بيقول لها عشان تاخدي حق أبوكي، ولكنها بتعرفه إنها عايزة تجيب حقه بالقانون. فبيقول لها تمام ربنا يوفقك. وبيوصلوا مكان المصنع وبيجيب علي الأسلحة، ولكن رجالة سليم بتعرف مكانه وبيضربوا الطفلة سماح، ولكن بارود بيقدر يخلص عليهم كلهم وبينقذ الطفلة وبيروح لأمينة علشان يهربها، وبيعرف إنه هيوصلها الرؤوف فبتهرب معاه وبيقول لها إنه ربط تليفونه بتليفونها علشان يعرف مكانها دايما. وبيطاردهم رجالة سليم وبتتصاب أمينة بطلقة في كتفها، وبيقف علي وبيفجر العربية بيهم وبياخد أمينة عند مهدي وبيعالجها وبيشفيها. وبيفضل يتكلم هو مهدي وبيعرف منه إن أمه تبقى الخدامة اللي كانت عند سليم، وبيعرف إن مهدي يبقى جده وكان عارف وما قدرش يعمل حاجة. ولما أمه فشلت إنها تثبت إنه ابن سليم قررت تنتحر. تاني يوم أمينة بتكون فائق وبتخليه إنه يعلمها ضرب النار علشان أول ما تشوف رؤوف تقتله وتنتقم لأبوها. وبيعرفها علي إنهم شبه بعض، ولكن أمينة بترد عليه وبتعرفه إنها محامية وبتجيب حق الغلابة، أما هو قتل قتلة. فبيرد عليها وبيقول لها جايز قتل القتلة ده كان بيجيب حق الغلابة برضه. تاني يوم بيودع مهدي وبيمشوا، وفي نفس اليوم بتروح شروق لفارس وبنعرف منها إن فارس غلط معاها وأبوه كان شايف إنه ما ينفعش يتجوزها علشان معترف بيه وكل الناس تعرفه، فقرر يجوزها الرؤوف. وفي نفس اليوم بتروح أمينة لجارها سامح علشان تاخد منه اللابتوب، وبيعرف علي ولكن بيعرفه إنه ما يقولش قدام أمينة إنه يعرفه علشان كانت سكرانة. وهم قاعدين سمع صوت الصواريخ وشافوا شماريخ مولعة، وعرفوا إن كده رجالة سليم موجودين هنا. وبتبدأ الخناقة ما بين علي ورجالة فارس وبيضرب فيهم وبيكون قرب يخلص عليهم كلهم، ولكن كان في حد جاي يضربه من ورا، ولكن بتقدر أمينة إنها تقتله وبيعرفها إن هو ده رؤوف اللي قتلته بالليل. وبيوصل فارس لمهدي علشان يعرف مكان رؤوف، ولكن مش بيوصل لحاجة، فبيحط صاروخ في بقه وبيصوره وبيولع فيه. وفي نفس الوقت بنشوف أمينة وهي عند صاحبتها هند وبتاخد منها لبس وبتقول لها عايزة مفتاح الشاليه اللي في الفيوم، وبتعرفها إنها تختفي فترة كده لحد ما تعرف مين قتل أبوها. وفي الطريق بتسأل علي ليه رجالة سليم عايزة تقتله، فبيقول لها عشان مرضتش أقتلك. وبعد شوية بتوصل رسالة من فارس لرؤوف وبيعرفوا إن جده مات، وبيقول له خلص على أمينة وهات الحاجة. وأمينة بتكون بتحاول تفتح اللابتوب بتاع أبوها، ولكن بتكون مش عارفة كلمة السر، وبتخمن بما إن أبوها كان مدمن قهوة يمكن الباسورد كلمة قهوة، ولكنها بتفشل برضه إنها تفتحه. وبيفتكر بارود وقتها لما كان بيكلموا عن القهوة، وبيقول له أحسن حاجة في القهوة هي التحويجة بتاعتها لأنها سرها، وبيقول لها تكتب كلمة التحويجة. وفعلا بتقدر تفتح اللابتوب، ورؤوف كان واقف وراها وبيحاول يقتلها لكن ما قدرش. وبيصحى تاني يوم بيلاقيها بتعيط وبيسألها بتبكي ليه، فبتعرفوا إنها اكتشفت إن أبوها كان متورط مع سليم في كل شغله، وبكده هتعرف إنها لو فضحت سليم هتبقى بتفضح أبوها معاه. ولكن بيعرفها إن أبوها في آخر أيامه قرر إنه يبطل الشغل مع سليم وكان ناوي يفضحهم، وبيعرفها إن أبوها احتمال يكون انتحر وما اتقتلش. وبنروح لفارس وبيعرف من الدكتورة إن أبوه بدأ يفوق، وده معناه إنه هيعترف برؤوف، وساعتها فارس هيبقى تحت رحمة أخوه للأبد. وبنعرف من فارس إن هو اللي حط المخدر لأبوه في القهوة، وهو السبب في إن أبوه يتعب ويدخل في غيبوبة. وبنعرف إن فارس كان السبب في كل اللي حصل لأبوه، وبيقرر إنه يزود الأكسجين ويقتل أبوه وبيتفرج عليه وهو بيموت. وفي الناحية التانية علي بيعترف بكل حاجة لأمينة، ولكن ما بيكونش عرفها إن هو رؤوف، وبيقرروا إنهم مش هيحاربوا تاني. وأمينة بتكون مصدقاه، ولكن بتوصل رسالة لعلي وبتعرفه إن أبوه مات، وبيكلم فارس وبيعرفه إنه هيديه الورق وكل حاجة ويسيب أمينة، ولكن فارس بيكون عايز منه أمينة، ولكن بيرفض بارود وبيعرفه إنه معهوش حاجة يخسرها. ولكن فارس بيعرفه إن شروق حامل منه، وأكيد مش هيحب يهرب وما يعترفش بالواد زي ما حصل معاه. وبيطلب من أمينة إنها تسافر وهو هيسلم ليهم اللابتوب وبيودعها في المطار. ولكن هي في المطار بيجي اتصال ليها من صاحبتها هند وبتعرفها إنهم قدروا يتعرفوا على رؤوف، وفي نفس الوقت بتلاقي الحلق بتاعها اللي كان ضايع منها بجيب الجاكيت بتاع رؤوف، وبتربط الأحداث ببعض وعرفت إن علي هو رؤوف. وبتروح لرؤوف المصنع وهناك بيعرف إنها عرفت كل حاجة، ولكن بيستغرب وبيسألها إن هي إزاي وصلت لمكانه، فبتعرفه إن لسه تليفوناتهم مربوطة ببعض. وبيقول لها إن فارس جاي دلوقتي علشان ناخد اللابتوب ويقتلها، بيقول لها إنها لازم تمشي، ولكن بيوصل فارس وبيقول له يديه أمينة واللابتوب وياخد مراته وابنه. وبتعرف أمينة وبتقول له ده أنت ناقص تطلع المسيح الدجال، ولكن شروق بتعرفها إنه متجوزها غصب عنه. ورؤوف بيحاول يقنع فارس ياخد اللابتوب ويمشي، ولكن أمينة بتعترض وبتعرفه إنها هتاخد اللابتوب وهتدخلهم هما الاتنين السجن. وفارس بيحاول يفهم رؤوف إن هيدخله هو كمان السجن، وبيقول له يموته. وأمينة بتعرفه إنه يقتلها زي ما قتل أبوها،
وفارس بيعرفها إن أبوها قتل نفسه، وبتدخل شروق ولكن فارس بيضربها بالنار، ورؤوف بيقتل فارس في الوقت ده. وأمينة كانت مترددة إن هي تقتل فارس لحد ما دخل عليهم رجالة سليم وبدأ ما بينهم ضرب النار، وبينجح فارس وأمينة بإنهم يخلصوا عليهم. وفي نهاية الفيلم بنشوف رؤوف وأمينة وهم قاعدين مع بعض زي ما كانوا بيحلموا. في النهاية ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء.